انت ما تعرفيش اصلا يا عبير ان يعني هقول لك على معلومات قد تكون مفاجأة بالنسبة لك. الدكتور عبد الحليم آه، كان مطلع لي قرار بان انا اول مقرر للجنة المتحف المصري الكبير سنة 93. هدور عليه في المكتب واجيبه يعني. الشيء التاني ان اللجنة الإيطالية بتاعت فرانشيسكو ديراريتي وسيلفيا أرنوفي اشتغلوا معانا في الزمالك لمدة 6 شهور لعمل البريفيزابيليتي ستادي، اللي كانت عبارة عن 6 كتب هي أصل أساس فكرة تشكيل وتكوين المتحف الكبير، من حيث نوعية القطع، طريقة العرض، شكل البناء قبل ما يتحط فيه طوبة. الحاجة التالتة ان باباكي كان معانا. سافرنا ايطاليا، انا والدكتور عبد الحليم والدكتور محمد صالح واللواء عماد مقلد، سنة 93، في نهاية 93، عشان كنا بنشكر الجانب الإيطالي على المنحة اللي قدموها لعمل البري فيزابيليتي ستادي للمتحف الكبير. وطبعا الدكتور عبد الحليم هو اللي كان رئيس الوفد المصري يعني. الحاجة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، إن الدكتور عبد الحليم هو أول من فكر في موضوع عملية تمويل للمتحف كبير عن طريق الدكتورة نوال التطاوي، اللي هي كانت ماسكة وقتها وزيرة التخطيط. وأنا كنت برفقة الدكتور عبد الحليم نور الدين، لأن أنا كنت مكلف بعمل مركز معلومات للمتحف المصري الكبير. وكنا بنعرض مشروع المتحف للجهات اللي ممكن تمول المتحف، وكان من ضمن هذه الجهات صندوق الإنماء الكويتي وصندوق الإنماء العربي وصندوق الإنماء السعودي. وبعد كده هم عرضوا فكرة تمويل إنشاء المتحف الكبير، واحنا خدنا الفكرة دي، والدكتور عبد الحليم عمل بيها مذكرة وعرضها على فاروق حسني، لكن فاروق حسني رفض فكرة التمويل عن طريق صناديق الإنماء، أيا منهم يعني، مع أنهم كانوا موافقين بشكل كبير جدا وكانوا هيمولوا إنشاء المتحف ككل. بغض النظر عن وجود بقى، كانت لسه ما جاتش فكرة المنحة بتاعت الجايكا أو غيره يعني. ف وبعدين الدكتور عبد الحليم هو أول من أسس فكرة مجلس إدارة المتحف المصري الكبير، وجاب الدكتور هشام الشريف اللي هو مسك وزير التنمية المحلية بعد كده. والدكتور هشام الشريف أدار مشروع المتحف المصري الكبير من مكتبه، لأنه وقتها كان الدكتور هشام الشريف بيرأس مركز معلومات مجلس الوزراء في القصر العيني، ونقل طقم المتحف الكبير، لأن أنا كنت مقرر اللجنة، نقل مكتبي أنا معاه في مركز معلومات مجلس الوزراء في القصر العيني. وفضلنا 6 شهور. وبعد كده الدكتور هشام الشريف قرر ان يتعمل مركز معلومات خاص بكل ما يتصل بالقطع اللي سوف يتم اختيارها للعرض في المتحف المصري الكبير. وبعدها طبعا استمر الشغل ده فترة طويلة جدا، ما تقرب من سنة و6 شهور. وبعد كده الدكتور عبد الحليم لما كان في هولندا وحصل موضوع سرقة المتحف المصري، وجه فاروق حسني طبعا. فاروق حسني كان عارف قيمة الدكتور عبد الحليم نور الدين، وعارف حب العاملين في الآثار
للدكتور عبد الحليم كعالم من علماء مصر القلائل اللي كانوا حريصين كل الحرص على حماية التراث وعلى فكرة الدكتور عبد الحليم. وأنا بقول أهو على لساني، الدكتور عبد الحليم هو صاحب فكرة إنشاء متحف الحضارة في منطقة عين السيرة، لما كان الدكتور أحمد نوار رئيس قطاع المتاحف، وأنا كنت مقرر برضو للجنة بتاعة إنشاء متحف الحضارة. والدكتور عبد الحليم هو صاحب فكرة تحول مصر من المتاحف الصغرى إلى المتاحف العملاقة، فهو ليه الفضل الأكبر في موضوع متحف الحضارة والمتحف المصري الكبير. هذا الكلام أنا كنت في المطبخ ومعايا قرار خاص بان انا اول مقرر لمشروع المتحف المصري الكبير سنة 93، قبل ما يتم بناء اي قالب طوب في ال 117 فدان بتوع المتحف المصري الكبير. وكان اللي كان فيهم جزء خاص بأرض خاصة بالمقاولين العرب، وجزء خاص بشركة إيجوس للسياحة. وعملنا لهم ورقة عشان تغيير جهة الولاية إن هذه الأرض تصبح تبع المجلس الأعلى للآثار. كل هذه الإجراءات كانت إجراءات الدكتور عبد الحليم نور الدين، ويشهد التاريخ على ذلك، وأشهد أنا أمام الله على ذلك. شكرا.